صف الثامن. توصلنا في دروس الوحدة الثالثة إلى الدرس الرابع. قلنا كانت هناك دول ودويلات قامت على أنقاض الدولة العباسية. اليوم سوف نتكلم عن بعض الدول والدويلات الكردية والفارسية في العصر العباسي. طبعا درسنا لهذا اليوم يتكون أو يتشكل من 3 فقرات. يتكون من الدولة البويهية، طبعا فارسية الأصل، والإمارة الشدادية وهي كردية الأصل، والإمارة المروانية وهي أيضا كردية. تمام. نبدأ بالدولة البويهية. طبعا عندما نتكلم عن أي دولة أو أي إمارة علينا أن نعرف تاريخ تأسيسها، متى تأسست وعلى يد من تأسست، ما هي عاصمتها وما هي أعمالها وكيف سقطت هذه الدولة أو انهارت. تمام. نبدأ بالدولة البويهية. طبعا البويهيين هم من الديلم من أصول فارسية. البويهيين تأسست إمارتهم أو دولتهم سنة 932 واستمرت حتى 1055، أي حوالي 127 عاما. طبعا لماذا سميت بالدولة البويهية؟ نسبة إلى مؤسسها أبو سجى البويهي. طبعا أبو سجى البويهي كان لديه 3 أبناء. بنى أبنائه الثلاثة علي وحسن وأحمد بنوا 3 إمارات في خراسان، طبعا إمارات مستقلة عن الدولة العباسية، في خراسان وإيران وكردستان. بعد ذلك ظهر في هذا العصر عز الدولة البويهي. اتسم عصر عز الدولة البويهي، طبعا سمي بالعصر الذهبي، وذلك لأنه قام بتوحيد الدولة البويهية، وحد الدولة البويهية، وكذلك استولى على بغداد، فأصبحت الخلافة العباسية تحت تأثير البويهيين. تمام. طبعا بعد وفاة عز الدولة البويهي انقسمت الدولة البويهية من جديد، يعني انقسمت إلى قسمين. قسم منها ذهب إلى السلاجقة كالقسم الشمالي من الدولة البويهية، وقسم الآخر منها كخراسان، إمارة خراسان وإيران، ذهبت إلى الخزنويين. انتهى مصير هذه الدولة سنة 1055. إذن ما هي النقاط المهمة في الدولة البويهية؟ ندون. تأسست عام 932 طبعا للميلاد حتى 1055 للميلاد. على يد من تأسست؟ على يد أبو سجى البويهي. طبعا كان له 3 أبناء هم علي وحسن وأحمد. تمام. الأبناء ال3 شو عملوا؟ بنوا 3 إمارات. شو هي الإمارات؟ خراسان، تمام، إيران وكردستان. تمام. كان لدينا أيضا عصر عز الدولة البويهي. اتسم عصره بالعصر الذهبي، لأنه ماذا فعل؟ وحد الدولة البويهية. تمام. 2 شو عمل؟ استولى على بغداد. ماشي لهون؟ بعد وفاة عز الدولة البويهي شو صار هون؟ قسمت الدولة إلى قسمين.
تمام. قسم منها ذهب إلى السلاجقة، وقسم منها ذهب إلى من؟ الخزنويين. تمام. طبعا انتهت سنة 1055 للميلاد. السلاجقة أخذوا قلنا القسم الشمالي من الدولة البويهية، أما الخزنويين أخذوا إمارة أو ولاية خراسان وأيران. تمام. ننتقل الآن إلى الدولة الأخرى أو الإمارة الأخرى، وهي الإمارة الشدادية. الإمارة الشدادية طبعا تأسست هذه الإمارة سنة 951 للميلاد. سنة 951 للميلاد. أسسها من؟ محمد الشدادي أو الشاه دادي. إذن تسمى الإمارة الشدادية أو الشاه دادية. أسسها محمد الشدادي سنة 951 للميلاد. اتخذ من مدينة دوين القريبة من يريفان في أرمينيا الحالية، اتخذت منها عاصمة له. وبعد استيلائه على مناطق سرحد وأذربيجان تمام سنة 955 اتخذوا أيضا من مدينة غينجا التي استولوا عليها سنة 971 اتخذوا أيضا منها عاصمة لدولتهم. خلال هذه الفترة طبعا تعرض الشداديون أو خاض الشداديون الكثير من المعارك مع الروس والألمان والبيزنطيين خلال هذه الفترة، أي الفترة التي امتدت ما بين الأعوام 1049 والأعوام 1067. خاضوا معارك كثيرة، استطاع أميرها أنصار أبو شالوار الانتصار في الكثير من المعارك، كما أنه استولى على مناطق عديدة وضمها إلى إمارته. من هذه المناطق قرص، آجري، ولدينا أيضا أردخان، ولدينا تبريز وتفليس، ولدينا مون، ولدينا مدينة وان وموش. مدينة وان وموش. إذن استطاع أميرهم أنصار أبو شالوار أن يستولي على العديد من المناطق وضمها إلى إمارته. طبعا بعد ذلك انقسمت أيضا الدولة الشدادية أو الإمارة الشدادية إلى قسمين. تمام. سنة 1975 أصبحت الدولة الشدادية تحت حكم السلاجقة، تحت حكم السلاجقة بعد توزعهم في هذه المناطق. إذن الدولة الشدادية أو الإمارة الشدادية متى تأسست؟ تأسست سنة 951 للميلاد. على يد من قلنا؟ على يد محمد الشدادي أو الشاه دادي. عاصمتها مدينة دوين. دوين وين تقع؟ تقع في أرمينيا، قريبة من يريفان وتقع في أرمينيا. استولوا سنة 955 استولى على أذربيجان وسرحد، مناطق أذربيجان وسرحد. في سنة 971 استولى على غينجا. تمام. طبعا غينجا أيضا جعلوها عاصمة لهم. خاضوا حروبا كثيرة مع من؟ الألمان والروس وأيضا البيزنطيين. تمام. استطاع أنصار أبو أنصار شالوار وهو أيضا أمير شدادي أن يستولي على مناطق نذكرها: قرص، آجري، تبريز،
تفليس، طبعا موش، وان، وأردخان. تمام. طبعا قسمت الدولة إلى قسمين سنة 1075. تمام. ووضعت تحت حكم من؟ السلاجقة. السلاجقة أيضا. ننتقل الآن إلى الدولة المروانية. تمام. الدولة المروانية هي أيضا إمارة كردية. تأسست هذه الدولة سنة 985 على يد من؟ على يد باد بن دوستك. طبعا باد هي كلمة كردية وتعني الرياح، وذلك لأنه كان سريع البديهة وسريع الهجوم في حروبه. تمام. سمي باد أي الرياح لأنه كان يسرع كسرعة الرياح أثناء هجومه وأثناء حروبه. اتخذ باد بن دوستك من مدينة فارقين عاصمة له. اتخذ من مدينة فارقين عاصمة له. هذه الحركة جاءت كردة فعل على ماذا؟ على ظلم الدولة العباسية للمجتمع، وذلك في عهد ضعفها. بعد ذلك استولى باد بن دوستك على الكثير من المناطق، أولها أرديش، ثم بعد ذلك أخذ أيضا آمد ديار بكر يعني. تمام. وانصيبين وفارقين وأيضا الموصل. وقتها كانت الموصل تحت حكم البويهيين، ولكنه عندما حاول أن يستولي على بغداد فشل في ذلك الهجوم بسبب طبعا اتفاق بين أيضا البويهيين وبني عقيل من القبائل العربية التي كانت تقطن في نصيبين. فشل في الاستيلاء على بغداد، وبعد أن أصبحت الموصل طبعا عندما فشل في بغداد لا ننسى بأنه أجبر أيضا على التنازل والتراجع عن الموصل. تمام. بعد ذلك سنة 991 أصبحت الموصل بيد من؟ بيد الحمدانيين. عندما أصبحت الموصل بيد الحمدانيين حاول باد بن دوستك مرة أخرى الاستيلاء على الموصل، لكنه قتل في معركته هذا. يقولون بأن يعني قتله كيف كان أو موته كيف كان، أنه عندما حاول الانتقال من فرسه إلى فرس أخرى في الحرب سقط على الأرض وكسرت ترقوته فقتلوه العرب. تمام. وأخذوا جثته أو جسده إلى أين؟ إلى بني حمدان. يقولون بأن بني حمدان قد صلبوا جسده على باب إمارة الموصل، ولكن الذين كانوا يحبونه في الموصل طبعا رفضوا ذلك وثاروا على الخلافة في ذلك الوقت. وماذا فعلوا؟ أنزلوه ودفنوه وحتى صلوا عليه بشكل يليق به. طبعا بعد وفاة باد بن دوستك من تسلم الحكم؟ تسلم بعده حسن بن مروان تسلم العرش، ولكنه أيضا مات مقتولا سنة 1011 للميلاد. مات مقتولا أو مسموما على يد من؟ على يد أبي ناصر بن مروان تسلم الحكم مدة 40 سنة. كان تابعا للدولة العباسية، حتى أنه وضع اسم العباسيين على النقود وكان يجمع لهم الضرائب. وأيضا بعد وفاته تولى ابنه المنصور تمام بن مروان الحكم. المنصور هذا أيضا اتحد أو تحالف مع ألب أرسلان وهو زعيم السلاجقة، كما أنهم حاربوا مع السلاجقة في معركة ملاذ كرد سنة 1085. سقطت الدولة المروانية بيد السلاجقة أو وضعت تحت حكمهم. إذن هذا بالنسبة للدولة المروانية. إذن الدولة المروانية متى تأسست هذه الدولة؟ تأسست سنة 985 للميلاد. قلنا على يد من؟ على يد باد بن دوستك. طبعا عاصمتها فارقين. استولى باد
على أرديش وديار بكر يعني آمد، تمام، وفارقين وصيبين والموصل، تمام. الموصل كانت تحت الحكم البويهي. عندما حاول أن يستولي على بغداد فشل في ذلك فتخلى عن الموصل أيضا. عندما استلم حكم أو ولاية الموصل من؟ الحمدانيون، حاول مرة أخرى باد أن يستولي على الموصل، لكنه قتل في معركته، كما أنه فقد أخوه أو ذراعه الأيمن أيضا أبو الفوارس. طبعا استلم الحكم من بعده من؟ الحسن بن مروان، مات مسموما. بعد ذلك استلم الحكم من؟ أبي ناصر بن مروان، هذا الآخر استلم الحكم مدة 40 عاما تابعا للعباسيين. بعد ذلك بعده ابنه المنصور تحالف مع أرسلان، تمام، تحالف مع أبا أرسلان وشارك في معركة أيضا ملاذ كرد. طبعا سقطت الدولة المروانية سنة 1085 تحت حكم من؟ السلاجقة. طلابنا الأعزاء، بهذا الشكل أتينا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا للمتابعة.